اللي قدام حضراتكم دي قافلة مساعدات مهداة من الشعب المصري لأهالي غزة. القافلة موجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الوزارات. القافلة الكاميرا مش جايبة تجيب أولها من آخرها، بسم الله ما شاء الله. عدد كبير جدا من الشاحنات والتريلات موجودة أمام منطقة الوزارات، بالتحديد على محور الوزارات اللي احنا ماشيين عليه ده. قافلة الكاميرا مش جايبة أولها من آخرها بصراحة، تقريبا ممتدة ل4 كيلو متر. القافلة تم اللي انا شايفه كده من جميع محافظات مصر، اهالي محافظات مصر مشتركين، هدية من قبائل واهالي مطروح زي ما حضرتك شايفين مكتوب. شايفين الكاميرا مش جايبة اخر القافلة، بسم الله ما شاء الله. وشعور جميل جدا لما تلاقي نفسك موجود في حدث زي كده. كل دي تريلات رايحة لأهالي غزة، وده مش فضل مننا، ده يعني ده واجب علينا وعلى كل الناس اللي تقدر تتبرع لأهالي غزة إنها تتبرع. طبعا الشعب المصري كل طول عمره أصيل، ومهما الزمن جه عليه برضه ما بينساش إخواتنا في غزة وفي فلسطين. ده من أهالي محافظة الإسماعيلية لأهالينا بغزة. ده كده مكتوب على هنا، تلاقي جمعيات كتيرة جدا وتبرعات كبيرة جدا. دي كل دي رايحة قطاع غزة إن شاء الله تعالى. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة 16 فبراير 2025، موجودين دلوقتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتحديد أمام منطقة الوزارات على محور الوزارات. دي قافلة مهداة من أهالي محافظة الشرقية. زي ما حضراتكم شايفين جمعية أنصار السنة المحمدية، مصانع المحمدين للملابس، شركة حكيم مصر، شركة سيرة للهندسة والتصنيع، شركة الجبر للاستيراد. كل دي شركات الناس المفروض تتعامل معاها وتشتري منها بصراحة، لأن الناس محترمة جدا. محافظة الشرقية دي كده مهداة من أهالي محافظة الشرقية لأهالي قطاع غزة. كل المحافظات مشتركة في القافلة، مش عايزين نقول حد على حساب حد، لا، كل دي قافلة ممتدة زي ما قلت لحضراتكم بطول 4 كيلو متر. الكاميرا مش جايبة آخر القافلة، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم الشعب المصري أصيل، حتى مهما الزمن جرى عليه والله بنفضل برضو العراقة والأصالة فينا. وحاجة كويسة جدا، أنا فخور إن أنا موجود في حاجة زي كده دلوقتي. الهلال الأحمر المصري. كل دي قوافل رايحة لإخواتنا في فلسطين. ده كده الشعب المصري، وهي دي مصر.